انا واحد من الناس جربت يمكن كل تطبيقات المونتاج، لكن في تطبيقات كده قريبه من قلبي شويه. منهم تطبيق الباور دايركتور اللي قلت لكم ان التطبيق ده تحديدا من افضل التطبيقات من حيث الواجهه وسهوله الاستخدام. كمان التطبيق ده في التحديث الاخير بقى رائع جدا ويستحق لقب عملاق المونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين على قناة جورا تك. معاكم إبراهيم مهدي، والنهاردة بقدم لكم حلقة من الحلقات الجميلة جدا. النهاردة جبت لكم التحديث الأخير من تطبيق الباور دايركتور، التطبيق العملاق الرائع جدا اللي واجهته سهلة وسلسة جدا وشكله كده يفتح نفسك وأنت بتعمل مونتاج. كمان الأدوات اللي فيه بقت ممتازة جدا بعد التحديث الأخير. سبت لكم النسخة الكاملة المدفوعة زي ما عودناكم في الوصف تحت الفيديو وفي التعليق المثبت، وكمان في قناتنا على تليجرام اللي أنصحكم لانكم فايتكم كتير انكم ما اشتركتوش فيها. لكن سيبك من ده كله، لو دي اول مره تتابعنا دلوقتي حالا تدعمنا بانك تنزل تشترك في القناه. لايك جميل منك الفيديو بيفرق معايا. سيب لنا تعليق، تفعل جرس اشعارات عشان يوصلك اشعار بمجرد ما انزل حلقه جديده. طبعا لما بتيجي تعمل المونتاج بقى بتلاقي الواجهه بقت لاندسكيب، يعني بالعرض كده زي ما انت شايف، ودي بتدي لك امكانيه انك انت تعمل مونتاج بكل اريحيه. طبعا هنا بقى كده ممكن نجيب بقى الفيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه مونتاج، وليكن مثلا الفيديو ده كده زي ما حضراتكم شايفين هنا اهو. طبعا هنا احنا بنمشي مثلا لحد ما نوصل لحد الفاصل، عايزين نحط الفاصل بتاعنا زي ما انتم شايفين هنا كده عملاق المونتاج. طبعا هنا كده عايزين بقى نحط الانترو بتاعنا مثلا، بنضغط هنا كده وبندوس على علامه السبليت اللي هي علامه القطر القص دي، زي ما انتم شايفين كده عاملين فاصل هنا. عايزين بقى نحط المقدمه بتاعتنا في المكان ده، بندوس هنا كده على العلامه اللي هي دي تاني واحده اللي بتاعت شريط الفيديو والموسيقى دي، وبنجيب بقى المقدمه الانترو الخاص بينا، بنضغط على الانترو كده وبنسحبه ونحطه في المكان ده كده. كده الانترو اتحط. بعد كده لما نشوف كده ويستحق لقب عملاق المونتاج. طبعا زي ما انتم شايفين الانترو جه في المكان ده. طيب عايزين نعمل ترانزيشن. هنا بقى التطبيق فيه انتقالات، يعني تحويلات، يعني ترانزيشن كتير جدا جدا. لو ضغطنا هنا كده على العلامه اللي في النص اللي بين المقطعين دي، بيدينا هنا بقى الترانزيشنز. بصوا زي ما انتم شايفين كده التطبيق فيه ترانزيشنز كتير كتير كتير، وكلها اكتر من رائعه، يعني ما شاء الله متقسمه زي اقسام. كل دي انتقالات، كل دي انتقالات مفتوحه معاك، كلها مجانا، كلها وكلها رائعه رائعه، يعني حرفيا رائعه. نشوف كده، ده ترانزيشن، ده كده. هنا برضو ده قسم تاني، وممكن تحدد مده الترانزيشن، يعني ممكن تزود مده الترانزيشن مثلا يبقى 4 ثواني كاملين. لقب عملاق المونتاج. يعني زي ما انت عايز تقدر تحدد مده الترانزيشن زي ما انت عايز. في كمان عندنا هنا الترانزيشنز اللي هي ثلاثيه الابعاد كمان. فطبعا يعني بالنسبه للترانزيشنز في التطبيق اسطوريه، بجد اسطوريه. طبعا كمان في عندنا هنا الحاجات اللي هي من ضمن الاختيارات. طبعا هنا لو انت عايز تزود الصوت او تعليه، وممكن تعمل زي مفتاح اطارات عشان لو انت عايز توطي هنا كده، لو عايز تعلي الصوت في مكان وتوطيه في مكان. خلينا مثلا نشوف برضو زي حاجه عمليه ليكم. لو جينا هنا كده في المكان ده وعايزين في الاخر، في اخر المقطع ده كده الصوت يبدا ينحدر، يعني من العالي للواطي، بندوس هنا على العلامه دي وبنحط هنا كي فريم زي ما حضراتكم شايفين، وبنيجي هنا في اخر المكان ده كده ونروح ساقطين هنا زيرو. كده الصوت هيبدا ينخفض في اخر الفيديو ونشوف بنفسنا. بقى رائع جدا ويستحق لقب عملاق المونتاج. زي ما حضراتكم شفتم، ده بالنسبه لعلامه الصوت. في هنا عندنا الاوديو ميكسنج. الاوديو ميكسنج دي لما تكون بقى حاطط مقاطع زي طبقات فوق هنا كده، وتبدا انك انت تعلي الطبقه مثلا او توطي اللي فوق او تعلي اللي تحت. هنا فيديو السبسكرايب ده احنا ممكن اننا نتحكم في الصوت بتاعه، يعني ممكن نخلي صوت السبسكرايب ده عالي وده مثلا يبقى واطي عشان صوت السبسكرايب عالي. خلينا نشوف كده جدا وشكله كده يفتح نفسك وانت بتعمل مونتاج. كمان الادوات اللي فيه بقت ممتازه جدا بعد التحديث الاخير. سبت لكم النسخه الكامله المدفوعه زي ما عودناكم في الوصف تحت الفيديو وفي التعليق. هنا احنا ممكن برضو نوطي الصوت بتاع السبسكرايب ونعلي الصوت بتاعنا احنا، العكس يعني. كمان الادوات اللي فيه بقت ممتازه جدا بعد التحديث الاخير. سبت لكم النسخه الكامله المدفوعه زي ما عودناكم في الوصف تحت الفيديو يعني دي كده متخصصه في تحديد اصوات الطبقات والفيديو، يعني انت بتشوف انت اللي انت عايزه وبتبدا انك انت تتحكم في الصوت بتاعه.
في عندنا هنا الاوديو تول. الاوديو تول دي حاجه ممتازه جدا، لان هنا في عندنا فويس تشانجر. لو انت عايز تغير الصوت بتاعك، دي مثلا تخليه مان، ده هيبقى ضخم، مش تبقى ضخم. في التعليم مثبت، وكمان في قناتنا على تليجرام اللي انصحكم ممكن نخليه وومن، يعني تكون واحده ست. لانكم فايتكم كتير انكم ما اشتركتوش فيها. كمان سايب لكم كده الرابط الخاص بالتحميل من جوجل بلاي، عشان كل دي اصوات. الناس اللي ما بتثقش او ما بتحلش تطبيقات معقده. في صوت طفل هنا. رابط التحميل من جوجل بلاي موجود في الوصف تحت الفيديو. في دعم بسيط جدا منكم ليا انكم تدخلوا. زي ما حضراتكم شايفين، ده كده بالنسبه للتحكم انك تغير الصوت. في عندنا دينويز. الدينويز دي كده انت بتقلل لو في دوشه في الصوت، بتبدا انك تقللها. انكم تحملوا، لو هتحملوا من جوجل يعني بتعمل زي فلتر للصوت. في عندنا بعد كده الفلاتر بقى هنا كتير جدا. يعني نسمع الارتست دي، كل دي فلاتر، كل دي فلاتر بتتغير الوان الصوره، يعني بتتغير المشهد. طيب خلينا نشوف حاجه تانية زي البورتريه دي زي ما انتم شايفين كده، بتعمل زي تجميل للوجه وبتغير الشكل بطريقه بجد مبهره. يعني بصراحه الفلاتر هنا رائعه في التطبيق ده، وتقدر انك انت تعتمد عليها. السيناري دي بقى لو انت عايز تعمل شكل سينمائي، دي كلها مشاهد. لو انت عايز بتعمل مثلا بتصور زي مقاطع سينمائيه، هتختار السيناري دي، هتبدا انك انت تطلع ريزلتس ممتازه جدا، لو تخلي فعلا الصوره ممتازه. طيب عندنا بقى في الادجستمنتس دي بقى لو انت عايز تعدل في الالوان والاضاءه. طيب في ايه تاني عندنا هنا؟ في السبيد، لو انت عايز تتحكم في سرعه المقطع، تزود سرعه المقطع او تقللها. من هنا كده برضو تبدا انك انت تتحكم في سرعه المقطع. في طبعا عندنا الايفكتس دي بقى لو انت عايز تعمل افكت تاثير على الصوره، زي ما انتم شايفين دي اللي هي النويز، زي ما انتم شايفين كده. دي في هنا الاستابلايزر، دي كده بتعمل لك ثبات لو الفيديو مهزوز، بتعمل لك ستابلايزنج للفيديو او تثبيت للفيديو. في طبعا عندها سكين سموثنس، دي بقى لو انت عايز، لو الصوره او لو انت عايز تعمل تجميل للوجه، تقدر انك انت تزود دي كده، تخليها كده بالشكل ده. والسموثنس دي برضه ممكن تخليها 50، وتعمل زي تنظيف للوجه، يعني تخلي بشرتك تكون سموث. طبعا بقى بالنسبه كمان للتكست، التطبيق بقى فيه نصوص، او يعني نصوص جميله جدا، بس معظمها باللغه الانجليزيه. لو دوست هنا كده ونختار مثلا اللي هي التكست اللي هي دي، زي ما انتم شايفين هم اضافوا نصوص كلها رائعه. خلينا نشوف مثلا ده كده، يعني ده نص اهو، ممكن انك انت تستخدمه وتغير الاسم لو انت عايز تغير الكتابه اللي مكتوب فيه. هنا دي مثلا نخليها هنا ابراهيم مهدي، بس هو باللغه الانجليزيه، لان لو عملته بالعربي مش هيقبل معاك يعني مش هيدي معاك الانيميشن. نشوف كده. اشترك بالقناه، لايك جميل منك الفيديو بيفرق معايا، سيب لنا تعليق، تفعل جرس. ده طبعا في كتير جدا بقى، لو انت عايز تستخدم اي حاجه تقدر انك انت تستخدمها، وفي نصوص كتير جدا جدا. في كمان هنا الديكور دي لو انت عايز تحط ديكور مثلا زي ده كده على الفيديو حالا. لكن سيبك من ده كله، لو دي اول مره تتابعنا دلوقتي حالا تدعمنا بانك تنزل زي ما انتم حالا. شايفين. لكن سيبك ده طبعا لو انت عايز تحط ديكور هتحط فيه حاجات كتير جدا، يعني كل دي مؤثرات تقدر انك انت تحطها على الفيديو، وكلها بتعمل انيميشنز جميله جدا. يعني التطبيق فعلا اصبح ممتاز. في الاستيكرات هنا، لو انت عايز تحط اي ستيكر من دول ممكن تحط ستيكر، بس طبعا تكون متصل بالانترنت اول مره لحد ما تحمله، وبعد كده تبدا تستخدمه. في عندنا تقدر تحط صور او تحط صور فيديوهات او نصوص. ده بالنسبه للاضافات اللي ممكن تضيفها على الفيديو. لما عايز تعمل استخراج الفيديو بندوس على السهم اللي في الاعلى ده، وبتختار بروديوس اند شير اللي هي دي، وطبعا بتختار الجوده اللي انت عايزها لحد 4K، وبتدوس على كلمه بروديوس دي، كده بيتم استخراج الفيديو للمعرض الخاص بيك. اتمنى ان الفيديو يكون لعجبكم، والتطبيق كمان يكون لعجبكم. لكن لو عجبك الفيديو، حضرتك دي اول مره تتابعنا، يا ريت تدعمنا بانك تنزل تشترك في القناه ولايك الفيديو وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصل